الشيفات عماله تتخانق على مين اللي نضف الممبار في الخلاط واتقطع، ومين اللي نضفه واتعمل عصير، ولا ده طلع حلو ولا ده طلع وحش. بصوا بقى ام يوسف بتعمل ايه، عامله عظمه عظمه. ليه ما نشتريهوش متنضف؟ يعني ايه اللي يجبرنا ان احنا نشتريه مش متنضف؟ ما احنا اشتريناه متنضف. وبصوا الحلويات اهو، رحت المذبح اشتريت ممبار وكرشه وفشه ولحمه راس وكوارع وحلويات. ايه المشكله اما هروح اجيب الحاجه متنضفه واغسلها حلو بدقيق وملح وخل واعمل، وما تعبش نفسي ولا اعمل في خلاط ولا اعمل في كبه. مش حكايه يا جماعه، يعني كل الفيديوهات على مين اللي نضف ومين اللي ما نضفش، ومين اللي طلع حلو ومين اللي طلع متقطع ومين اللي طلع عصير، مع احترامي للناس كلها. بصوا صينيه الحلويات دي تحفه. وادي الممبار اهو غسلته حلو بدقيق وملح وخل. وادي الكوارع سلقتها وعملتها متقطعه مكعبات صغيره. وشويه البهاريس اللي على الوش فوق دول. وادي الممبار اهو اتسلق واتحمر مية مية، ولا عملنا موال ولا عملنا حفل. وادي بيتحمر اهو في الزيت، وادي المتحمر اهو. ايه رأيكم بقى، عظمة ولا مش